واقع على الأرض منهار تماما، وباين إن في سم بيجري في عروقه. واقف مصدوم من اللي شايفه قدامه، بينما سلاحه الوحيد اللي كان في إيديه مدمر تماما. بنعرف إن الشخص ده اسمه السياف سوهو، واللي بيقول له واحد كده من الناس اللي واقفين قدامه: راجل زيك بسيف مكسور بيدعي القوة لحد دلوقتي، كان من الأفضل إنك تنضم لينا من البداية. عامة دايما الخدم بيكونوا عنيدين جدا. وبنعرف إن ده هو المحارب أليكس مورجان. وبتتكلم بنت كده بشعر بنفسجي وبتقول: ده اللي أنا بتكلم عليه برضو. مش بيهمك كم مرة من المرات اللي كان بيدعى فيها زمان بالسياف الأعظم؟ الموهبة نفسها فريدة من نوعها، مش كده؟ وبنعرف إن دي الساحرة سوزوكي يندو. وبتقول: أنا بكره دايما الرجالة بتوع البدلات دول، ما بيجيش من وراهم غير الحوارات. وبنشوف كده سوهو، واللي بيبدأ إن هو يكح دم، والحرفيا الدم بتاعه بيكون أسود بسبب السم اللي كان مغلوس فيه. وبيبص كده بخذلان على حاله وبيقول: يا أصحابي، انتوا ازاي قدرتوا تعملوا كده؟ وبيفتكر لحظاته معاهم لما كانوا مع بعض من بداية الكارثة اللي حصلت دي، وهزيمتهم لأعتى وأقوى الوحوش. ازاي جات لكم الجرأة انكم تعملوا بحاجة زي دي؟ كل اللحظات اللي كنا بنتعاون بيها وخايفين بيها على بعض، وإنجازاتنا العظيمة سوا، هل كنا طول الوقت ده مجرد أعداء؟ ردوا عليا. لكن بترد عليه المعالجة اللي كانت المفروض هي أطيب واحدة فيهم، وبتقول له: مش هيساعدك الكلام ده للأسف، انت الوحيد اللي معترض على العملية بتاعتنا، فما تلومناش بقى. وبنعرف ان المعالجة دي اسمها إيزابيل. فبيرد عليهم سوهو كده وبيقول لهم: انتوا مش حاسين أبدا بالعار؟ احنا أنهينا دلوقتي واحدة من البوابات الكارثية الخمسة، ولو أنهينا الأربعة اللي فاضلين فهتبقى البشرية بأمان، ولكنكم عايزين تمشوا دلوقتي بعد ما ظهرت الوحوش. ايه هو الفرق بينكم وبين الوحوش طيب اللي بتهدد البشرية؟ فبيرد عليه واحد تاني كده وبيقول له: على الأقل احنا ما قتلناش البشر، واللي بنعرف ان ده رامي السهام هيكس هود زي روبن هود كده. لا خلاص، المهم يعني ان هو بيقول له: انا قلت لك قبل كده ايه اللي هيحل علينا لو اختفت كل البوابات؟ كل الصيادين الكبار هيفقدوا مكانتهم فورا. احنا هنكون بالنسبة للناس مجرد سفاحين يا سوهو. انت مش عايز تكون هدف للخوف، ولا انت عايز؟ وبيمدله ايده كده وبيقول له: بما اني كنت معجب بيك وانك قدوتي لحد دلوقتي، فقول لي، هسألك للمرة الأخيرة، لو عايز انك تنضم لينا، لو قلت لي تمام فأنا هقبل بده. ولكن بيرد على سوهو وبيقول له: بعد ما سبتوني وراكم كده وأظهرتم لي خيانتكم الوضيعة دي، فاكر انك تقول حاجة زي دي؟ هل هو خيار أصلا؟ وبنلاقي بطلنا كده بيبدأ ان هو يتهز ويتعب، وبيقول: انا ما عنديش وقت كتير، السم بدأ ان هو ينتشر في كل أنحاء جسمي. سيزوكي، سمها خطير جدا، جسمي كله مليان الجروح اللي ما تقدرش انك تشفيها. ما عنديش فرصة ان انا انجو هنا ابدا، لكن في حاجة واحدة بس انا اقدر اني اعملها. وبنبص كده على سلاحه، وطبعا سيفه كان متدمر تماما زي ما انتم شايفين. وبيقول: انا لازم ان انا اخد واحد من دولت على الاقل معايا علشان اعمل اخر رسالة ليا كبطل للبشرية. وبيقوم مستدعي كده الهالة بتاعته، واللي بتكون جبارة جدا وسط صدمة الفريق بتاعه، واللي بيقول: أليكس، ايه ده؟ ازاي؟ ولكن بترد عليه سيزوكي وبتقول له: ما تخافش، دي مجرد خدعة اكيد، هو مجرد سياف بسيف مكسور، مش كده ولا ايه؟ وبيكون صاحبنا روبن هود ده واقف كده بيحمل بنت المعالجة، وبيكون مستغرب وبيقول: لا، في حاجة مختلفة. ومرة واحدة يا عزيزي بيتحرك بطلنا سوهو، وبيقوم متخطي أليكس بالدرع بتاعه، ومتخطي البنت سوزوكي كمان، وبيقوم على طول منقض ناحية البنت المعالجة. ولكن هنا صاحبنا روبن هود بيقوم واخدها كده وراجع بيها لورا بسرعة وسط ضنة روبن هود ده كده، وبيقول: ده كان سريع جدا، لو أنا كنت أبطأ شوية كمان لكانت صبتي. احنا عارفين إن سيفه كان مكسور، أكيد إزاي تمكن من إن هو يستخدم تقنية زي دي؟ لا، على الأرجح هو بيعاني دلوقتي علشان يتنفس مع وجود سم بيجري في عروقه. وبنبص كده على بطلنا واللي بيكون أصاب واحد منهم فعلا، وبتقول البنت الزقن: خليني إن أساعدك وعالجك دلوقتي. وبتحاول إنها تعالجه لكن ما بتقدرش إنها تشفيه، وبتقول إن الجروح دي ما بيتمش شفائها ليه. وبتبص كده على بطلنا وبتقول: أنا سمعت ديت قبل كده. وبتبص كده على بطلنا وبتقول: السيف الخفي. وبنشوف بطلنا فعلا، واللي السيف بتاعه بيتم تكملته كده بالهالة بتاعته، واللي بنعرف ان دي قدرة من القدرات الأسطورية. واللي بيقول بطلنا كده في نفسه: أخيرا أنا أتقنت القدرة دي، وأخيرا، ولكن ليه دلوقتي تحديدا؟ ليه وأنا على شفير الموت؟ وبيوصل له إشعار من النظام بيقول له: تهانينا، لقد وصلت إلى وحدة السيف العظيمة. ولكن وسط كل ده كان بطلنا بيقع من على التلة منهار تماما، فاقد لحياته، بيفكر بأفكاره الأخيرة واستشعارات النظام اللي عمالة بتظهر له من كل
كل مكان. تهانينا، أنت أتقنت مهارة المبارز القصوى. تهانينا، أتقنت مهارة السيف الخفي. تهانينا، حصلت على أول مهارة بدرجة إسبس. ومرة واحدة بيظهر إشعار من النظام واللي بيقول له أنا عايز إني أمنحك الفرصة علشان تكون أقوى كأول من يصل لعالم المتفوقين. إعادة تعيين النظام للاعب سوهو. ومرة واحدة بيفتح بطلنا كده عينيه، بيكون حرفيا مش فاهم أي حاجة. بيبص بيلاقي ضوء الشمس حواليه، وبيلاقي راجل كده بتوع المطافي شايله على كتفه وبيجري وماسك في إيده أكس. فبيتصدم بطلنا سوهو وبيقول إيه اللي بيحصل؟ فبيرد عليه الراجل بتاع المطافي ده بيقول له أنت تعرضت للإصابة، هل أنت كويس؟ ظهرت بوابات غريبة دلوقتي من العدم، بيتقال عليها البوابات التمهيدية. أنا هاخدك لبره الأمان، ما تقلقش يا ولد. وبيتصدم وبيقول راجل مطافي، أنا افتكرت إن أنا ميت. ولكن بيبص كده وبيقول لحظة، هو أنا فين؟ وبيبص وراه وبيلاقي كده في بوابة غريبة في السماء وتحتيها في جوبلينز كتير في كل مكان. وبيلاقي يافطة محطة مترو كده مرمية على الأرض اسمها سيندروم. وبيقول في نفسه لحظة، مش المحطة ديت اتدمرت تماما في انفجار البوابة اللي حصل قبل كده زمان؟ أنا فاكر الخبر ده، انفجار بوابة محطة سيندروم. لحظة، غول؟ مستحيل. وبيقوم ماسك كده الغول ده السهم بتاعه ورميه في ظهر الراجل بتاع المطافي ده، واللي بيقع كده ببطلنا على الأرض. فبيقعد بطلنا كده يجمع وما بيكونش فاهم أي حاجة. ولكن راجل المطافي بيقول له بسرعة قوم اجري يا ولد، انقذ حياتك، سيبني هنا. ولكن بطلنا بيعمل عكس كده تماما، بيروح يمسك الأكس اللي كان مع راجل المطافي ده، وبيقول في نفسه لو كان تفكيري صحيح فخليني بس اخد دي لحظة كده. وبيقوم واخد خطمات كده ناحية الجوبلينز دول، وبيقول له راجل المطافي انت بتعمل ايه؟ من الخطر انك تواجه الغيلان دول، اهرب بسرعة. ولكن بطلنا بيقوم رامي الأكس ده رشقة على طول في راس واحد من الجوبلين، بيقتله تماما وسط صرخات الجوبلينز التانيين قبل ما يموت، وده بدون أي ذرة خوف أو رحمة على وش بطلنا. وبيمسك كده السيف بتاع الجوبلين وبيقول إن الجوبلين ما بيشكلش أي تهديد. لو كان تفكيري صحيح فخليني بس اخد ديت لحظة كده. وبيقوم واخد خطوات كده ناحية الجوبلينز دول وبيقول للراجل أطفاء انت بتعمل ايه؟ لازم انك تهرب دلوقتي حالا. وبيكمل بطلنا وبيقول في نفسه انا اول مرة اخترت المحارب غريزيا، ودلوقتي وانا بختاره النظام علق كده ومرضاش ان هو ياخد الاختيار. يلا هختاره بعدين. ولكن اول مرة اشوف راجل اطفاء ده عايز ايه. وبيقوم باصص له كده وبيقول له ما تقلقش يا عم انت كله في السليم. ويتصدم الراجل الاطفاء ده وبيقول له بطلنا انا اقدر نتعامل معاهم لوحدي، دول جوبلينز بعد كل شيء. وبيبص لهم كده وبيقوم جاري عليهم بدون اي سلاح وبدون اي حاجة في ايده. وبيكون الجوبلينز كمان جايين ناحيته، ولكن بطلنا بيعمل حركة أسطورية وبيقوم متخطي الجوبلين اللي قدامه ده وراجع ورا بسرعة وسط صدمة الجوبلينز واللي بيشوفوه كده. واللي بيكون بطلنا مش قاصد أصلا إن هو يهاجم عليهم، ده قاصد إن هو يروح ياخد الفاس اللي ضربه في راس أي واحد منهم. وبيقوم واخد الفاس ده وبينقط كده في ظهر الجوبلين ده وقتله تماما بكل سرعة وسط صخرات الجوبلين قبل ما يموت، وده بدون أي ذرة خوف أو رحمة على وش بطلنا. وبيقوم ماسك كده السيف بتاع الجوبلين وبيقول إن الجوبلين ما بيشكلش أي تهديد إلا للاعبين المبتدئين. يعني بالنسبة للاعبين لشخص المبتدئين، يعني بالنسبة لشخص زي مثلا ولا أي حاجة. وبيقوم باصص للجوبلينز التانيين وبيقوم رافع عليهم السيف بتاعهم اللي واخده من صاحبهم، وبيقول لهم أنا هرضاهم كلكم دلوقتي حتة شاورما. وطبعا مش محتاج إن أقول لك يا عزيزي، رقص هنا على إيد هناك والدنيا ظلبيطة خالص. مفيش جوبلين عارف إن هو ينجو من تحت إيد بطلنا. وبيقف شقه كده بعد ما خلص عليهم وبيقول من الغريب إن لحد دلوقتي غضبي من الحادث اللي حصل آخر مرة قبل ما أموت ما انطفأش لسه. أنا بقيت متحمس حبتين، لازم إن أنا ما انجرفش تحت غضبي، ولازم إن أسيطر على نفسي. وفي الأوقات دي أنا بحب أوي إن أنا أسمع سموزي. لا ما قالش كده، بيقول في الأوقات دي لازم إن أنا أكون هادي شويتين، لأن أنا لما كنتش مخطئ فأنا رجعت للماضي لسبب ما، وديت بوضوح هي فرصتي المثالية. ده زي كأنه كده إن أنا بدأت من الصفر مرة تانية. وبتظهر له إشعارات كتير بقى يا عزيزي، إنه مثلا أتقن ضربة القطع المائي الأساسية، ارتقى المستوى الأعلى وزيادة كافة الإحصائيات، وحصل على مستوى فهم الفنون المبارزة إلخ إلخ. وبيبص كده بطلنا وبيحلل الكلام وبيقول إن مهارات المبارزة الأساسية ديت مر عليها وقت طويل جدا، يعني آخر مرة شفتها كان من زمان خالص. وبيبص كده للسيف اللي كان واخده من الجوبلين وبيقول إنه قصير شوية ولكن سيف العفريت كان مفيد هنا فعلا. وبيبص له كده الراجل اللي اتفاق ده وبيقول له لحظة، هل أنت لاعب؟ فبيرد عليه بطلنا سوهو وبيقول له أيوة طبعا. وبيقوم باصص كده سوهو للنظام وبيقول له يا نظام أنا اتخذت قراري. وبنكون كده شايفين يافطة النظام اللي كان مكتوب فيها إن هو يختار الفئة، هل هو عايز يحصل على إيه؟ ولكن بطلنا بيصدمنا كلنا دلوقتي وبيقول له أنا هختار المعالج. وبالفعل بيظهر إشعار من النظام بيقول له إنك اخترت المعالج، هل أنت متأكد من إنك عايز تتبع طريق المعالج دوت؟ فبيرد عليه بطلنا بكل ثقة أيوة. وبيقول النظام
أنت أصبحت معالج دلوقتي، حصلت على 5 إحصائيات إضافية، حصلت على ضوء الشفاء إلخ. وبيروح كده بطلنا سوهو بيقول له خلينا بص كده على الجرح بتاعك يا راجل أنت. وبيقوم ماسكه كده وبيتصنم رجل الإطفاء ده وبيقول أنت عايز إيه؟ فبيقول له بطلنا بس استعمل شوية حبة كده. وبيبدأ إن هو يفعل ضوء الشفاء عليه علشان يشفيه من الجرح بتاع السهم دوت. وبيظهر له إشعار من النظام إن دلوقتي بيتم شفاء المنطقة المحددة. وبالفعل بيقدر بطلنا إن هو يسحب السهم ويشفي الجرح ده تماما. وبيسأل الراجل الإطفاء ده وبيقول له أنت بتحس بإيه دلوقتي؟ فبيرد عليه بيقول له مفيش أي حاجة بتألمني حاليا، أنت معالج ولا إيه؟ فبيرد عليه بطلنا بيقول له أنا والله ده بنفسي مش عارف، بس شكلي كده ده اللي أنا عليه دلوقتي فعلا. المهم دلوقتي لحظة. وبيبص كده وبيشوف إشعارات من النظام بتقول له النظام عايز إن هو يقدم ليك هدية صغيرة، وده علشان استخدمت مهارات الشفاء الأولى الخاصة بيك، اختر سلاح من ترسانة النظام. فبيقول بطلنا لنفسه أنا اخترت فئة المعالج، ولكن سلاحي لحد دلوقتي ما اخترتوش، أنا بستدعي سيف المبتدئين. وبالفعل بيطلع له السيف دوت اللي بيكون سيف كده على الدقيقة، ولكن هيمشي الحال في الأول خالص. وبيبص بطلنا كده على انعكاس السيف وبيقرر وبيقول أنا هروح دلوقتي علشان أخده مويل بوابة. فبيصطدم راجل الإطفاء ده وبيقول له أنت بتقول إيه يا راجل أنت لوحدك؟ أنت مجنون ولا إيه؟ فبيرد عليه بطلنا وبيقول له ده كويس جدا، ما عنديش أي حاجة هكسبها لو فضلت واقف هنا. وهو بيقول في نفسه تماما زي ما كنت في السابق، أنا اكتسبت مهارات المبارزة بالسيف، وده قبل ما اختار فئتي، ودي حاجة اسمها المهارات المكتسبة بناء على الموهبة، ودلت لما كان بيرتفع مستواي كلاعب. فأنا حاليا بعد ما مر كل الوقت ده أنا أيقنت إن أنا كنت هكون جامد جدا بسيف بدون ما اختار فئة المحارب. فعلشان كده كان لازم إن أغير فئتي دلوقتي. أنا شفت النور بتاع الروح المقدسة لإيزابيلا واللي كان بان عليه كضوء للشفاء، لو كنت بس أقدر إن أشفي جروحي في الوقت ده كانت النتيجة هتكون مختلفة بكل تأكيد. فعلشان كده المرة دي أنا هبقى سياف ومعالج مع بعض، وده علشان أمنع حدوث نفس الشيء مرة تانية. أنا محتاج إن أبقى أقوى وأسرع من الأوغاد دول، فعلشان كده أنا محتاج إن أكتسب المهارات بشكل أسرع وأرتقي للمستوى الأعلى. فلو كنت فاكر ديت بشكل صحيح فالبوابة دي بوابة إنذار ما أقدرش نتنبأ بيها أبدا في حياتي اللي فاتت. أنا هموت بسبب البوابة دي، ولكن دلوقتي الأمر مختلف بكل تأكيد، مستوى مهاراتي منخفض قوي، فعلشان كده هيكون الأمر صعب، عكس طبعا زمان لما كنت قوي. ولكن مش مشكلة، فمهارات المبارزة بالسيف اللي اتناقشت في ذهني واللي اتدربت عليها في حياتي كلها اللي فاتت لسه زي ما هي معلقة جوه دماغي، فعلشان كده أقدر إن أنا أبدأ من جديد بكل سرور. وبيبدأ إن هو يحط إيده كده على البوابة علشان يتنقل جواها، وبيجيله إشعار من النظام بيقول له إنه بيدخل البوابة بالفعل. ولما بيفتح عينيه بيلاقي كده أشجار في كل مكان وكأنه داخل غابة معينة، وبيظهر له إشعار من النظام بيقول له أخضر أحمر ده اسم البوابة، شروط الدخول غير معروفة، الحد الأقصى لساعة الدخول غير معروف. وبعد كده بنشوف بطلنا ماشي في الغابة وبيقول لنفسه اللي كانوا بره الغابة بيعيشوا فساد خارج بوابتهم، كأنها أعلامهم كلهم ميتين جوه البوابة بدلا من ذلك. وهنا بيسمع بطلنا صوت جاي من قدامه، صوت زي حاجة جاي كيع. فبيقول بنفسه أهم سبب هروب الجوبلين، وسبب تسمية البوابة ديت في الأصل ببوابة الأخضر أحمر هوب جوبلين من المستوى ال12، هم دول اللي كانوا سبب هروب الجوبلين العاديين. وبيوجه واحد من هوب جوبلين دول سيفه لبطلنا سوهو، فبيبص عليه بطلنا سوهو كده باستغراب وبيقول لنفسه انت تقصد انك عايز نكون فارستك بدلا من الجوبلين دول؟ على عكس الجوبلين فلون بشرتهم احمر، عندهم كمان اجسام اكبر وعضلات اقوى. وبيهاجم واحد من الهوب جوبلين دول على بطلنا سوهو اللي بيمسك السيف بتاعه وبيقول مع ذلك فهو لسه الجوبلين في النهاية. وبيوجه بطلنا سوهو ضربة وبعدها بيتراجع لورا وبيتفادى ضربة الهوب جوبلين اللي جاي عليه، وبيقول لنفسه حاليا مستواه منخفض قوي فمش قادر اخترق جلده، طيب اللي هيحصل من هنا وجاي هيكون كالآتي. وبيستعد علشان ينطلق بأقصى سرعة عنده وبيوجه السيف على وش الهوب جوبلين وبيقول لنفسه أنا بس محتاج إن ألاقي نقطة الضعف واستغلها كويس قوي. وبيوجه ضربة في نص عين الهوب جوبلين وبيسيبه فيها، وبيكمل لنفسه أكيد ده هيكون مستحيل إذا كان فرق كبير بالمستوى أو إذا كانوا خصائص الوحش متفوقة بشكل كبير عليا، ولكن مجرد هوب جوبلين لا يمكن إنه يكون كده نهائيا. وبيبدأ يتناثر الدم من الهوب جوبلين اللي ضربه بطلنا سوهو ده وبيقع على الأرض. فبيقول بطلنا يا حي ده أنا قتلته من غير عصد، مفيش أي خيار عندي دلوقتي، أعتقد إن هكون أكثر حذر في المرة الجاية وهستفيد منه حتى لأي بديل. التاني بنظرة كلها تعالي كده، وده بيقص عصب الهوب جوبلين وبيطلق صرخة كده وبيهجم على بطلنا سوهو اللي بيتفادى كل ضرباته بسرعة وخفة شديدة قوي. وبيقول لنفسه لو أنا كررت فعل معين لعدة مرات فأنا قادر اكتسب مهارة مرتبطة بالفعل ده، فلو استمريت بتجنب ضربات الهوب جوبلين بالطريقة دي وقتها يحصل اللي أنا عايزه. وبآخر تفادي بيعمله بطلنا سوهو بيجيله إشعار من النظام بيقوله إن هو حصل على تقنية الدوج أو التجنب من فئة بي، وبيقول لنفسه قادر دلوقتي أحصل على التقنية ذات نفسها. طيب دلوقتي وأنا حصلت على الدوج اللي جاي هو كالآتي. وبيجهز بطلنا سوهو بعدها بيصد الضربة اللي جاية عليه من الهوب جوبلين وبيقول اللي جاي دلوقتي هو الباري أو الصد
الصد تاريخ طويل مع أسلحة مصممة خصيصا للصد، وهو مهارة أساسية واللي بتكون الأساس لمهارات مهمة تانية كتير. وبعدها بيصد عدة ضربات من الهوبو جوبلين اللي قدامه، بيجيله إشعار من النظام بيقوله إن هو أتقن مهارة الباري أو الصد وحصل على مهارة من الفئة بي. فبيقول بطلنا بنفسه ممتاز قوي، ده حظي بديع. هنا بنشوف الهوبو جوبلين بنفسه بيرجف كده، فبيقول بطلنا لنفسه أنا حصلت على الصد قبل ما يتعب الشخص ده انتهى حاليا بالنسبة ليا. وبيقتل الوحش اللي قدامه مباشرة وبضربة واحدة، وبيقول أنا لازم ألاقي التانيين دلوقتي من هنا وجاي. هل لازم أبدأ في إن أنا أجمع نقاط الخبرة بجدية؟ وبيبدأ يتمشى في الغابة، وبعد كده بنطلع لبره البوابة وبنشوف ناس كتيرة واقفين قدام البوابة وبيخبطوا عليها. وبيقول واحد منهم مين ده اللي بيدخل البوابة بدون إذن؟ لأي فصيل بينتمي الغبي ده؟ فبيقول واحد تاني من الموجودين أنا هخليه يدفع الثمن لما يخرج من هناك. وبيقول شخص التالت لو مات هناك فهيكون ده شيء أسطوري على فكرة، يا ترى مين الراجل ده بحق خالق الجحيم؟ وبنشوف شخص غريب كده واقف مع راجل المطافي وبيقول له إذا أنت بتقول إنه في لاعب مبتدئ داخل البوابة دي؟ فبيرد عليه راجل المطافي أيوة. فمن طريقة كلامه باين إنه هو بقى لاعب من فترة قصيرة وتعامل مع مجموعة من الجوبلين لوحده، وبعدها دخل البوابة بعد معالج جراحي وقال إنه في حاجة ممكن يكتسبها من البوابة دي. فبيقول للراجل اللي بيكلمه إحنا ما جيناش متأخرين للحد ده، ومع ذلك هو عامل مع كل الجوبلين دول بالفعل، وفوق كل ده هو معالج. ده شيء سخيف تماما، أنا ما بقتش فاهم إيه اللي بيحصل هنا. وبيكمل الراجل بنفسه وبيقول النظر لأن كون الوحوش اللي تم التعامل معاها كانت غيلان، فالبوابة نفسها مش باين إنها صعبة قوي. ومع ذلك هل أنت بتقول بجد إنه في معالج هيقدر يتغلب على البوابة دي لوحده، وإنه قادر إنه يقدر على مجموعة من الغيلان بالسهولة دي بدون ما يتعرض لخدش واحد؟ الراجل ده فاكر نفسه بيعمل إيه بحق خالق الجحيم؟ استنى، أنا مش لازم أعمل حاجة بدون تفكير. المستحيل إنه يكون المعالج بالجنون ده بما يكفي عشان يدخل البوابة لوحده، صح يا جماعة، صح. لكن لو قدر بجد إنه يمشي من البوابة دي ويخلصها فهيحصل شيء تاني أكيد. وبيقول للراجل مساعده بلغ عن الموضوع فورا إذا كان في أي تغييرات في البوابة، كمان بلغ فورا إذا خرج أي شخص من البوابة. فبيقول له الراجل اللي معاه فهمت يا باشا. وبيكمل الراجل ده بنفسه وبيقول لو حصل شيء زي ده مهما كان الموضوع إحنا لازم نخلي الشخص ده واحد مننا. وبيفتح تليفونه كأنه عايز يتصل لحد غريب. وبعد كده بنرجع لبطلنا سوهو اللي بيجري في الغابة زي ما قلنا، وبيقطع بالهوبو جوبلين يمين شمال، وبيجيله إشعارات كتيرة من النظام بأن هو قتل الغيلان. وبعد كده بنشوفه ناطط على مجموعة من الغيلان التانيين وبيقطع رقبتهم كلهم بضربة واحدة بس. وبنشوف آخر هوبو جوبلين واقع قدامه خايف قوي من مصيره، وقبل ما يوصل بإيده ده على السيف بتاعه بيركل بطلنا سوهو إيد الهوبو جوبلين ده، واللي باين إنه عاجز تماما قدام طغيان بطلنا سوهو بيبصله بتعالي وبيقول له أنا هسيبك، بس عارف ليه أنا هسيبك؟ أنا هسيبك عشان تروح تجيب أصحابك لحد هنا. فبيهرب فعلا الهوبو جوبلين وهو بيصرخ الحقوني يا جدعان. المهم بقى بطلنا سوهو بيقولك إيه؟ جيب لي أكبر عدد ممكن، ها؟ وبعدها بيفتح نافذة النظام وبيقول هل لازم أنا أدير إحصائياتي أثناء انتظار وصولهم؟ من الأفضل رفع كل الإحصائيات بالتساوي بدلا من إني أركز على واحدة بس. وبنشوف نافذة النظام اللي بتقول إن هو بقى دلوقتي من المستوى الثامن، ألفا معالج اللي هو 12، القدرة 12، السحر 12، الحساسية 8. وبيكمل بنفسه أنا أخدت عدد كويس قوي من الإحصائيات الإضافية وقدرت إن أنا أقتل الكثير من الوحوش، عشان كده قدرت إن أنا أرتقي للمستوى الأعلى بسهولة واكتسبت معظم المهارات الأساسية. اللي جاي هو لازم يكون هنا. وبيدور في جثة الوحوش على حاجة وبيقول ما كنتش أتوقع ده، ولكن لسوء الحظ هو هنا. أنا معرفش حاجة عن الأشياء التانية، ولكن لسوء الحظ إن هو هنا، لكن لابد لي إن أنا أخد الشيء ده. وبيطلع جوهر أحمر صغير كده من جسد الهوبو جوبلين وبيقول حجر سحري. مع الحجر ده أنا قادر أبيعه مقابل 50,000 هون، وهو كمان حجر سحري من الدرجة دي. في الماضي ما كنتش أهتم لجمع أشياء صغيرة زي دي عشان ما بحب الشعور البحث في جسم الوحوش ده، لكني دلوقتي أنا مفلس على الآخر وعندي نصب الفلوس، فهل علي أدور بشكل أدق هنا في جثة الوحوش؟ وفعلا بيبدأ يعمل كده وبيقول إيه أخيرا ده هو الأخير، لو بعت كل شيء فالربح هيكون كويس قوي بالنسبة ليا. والثانية دي بيحس بطلنا سوهو بهزة كبيرة حواليه، فبيبص وراه بيقول أخيرا هم جم. وبيكون في موجة كبيرة من الهوبو جوبيان بيجروا على بطلنا سوهو اللي بيقول لنفسه دلوقتي لو قتلتهم كلهم فمن المحتمل إنه يظهر البوس بتاعهم، وده اللي أنا منتظره. في حوالي 30 منهم هحصل على شوية نقاط خبرة كويس قوي قبل ما أنا أواجه الزعيم. وبيقول للهوبو جوبلين اللي خلاه يمشي أنت على فكرة جمعت عدد كويس قوي من صحابك من العالم السفلي هنا، ها؟ اللي أنا هبعتكم عليه دلوقتي. وبيهزم كل الهوبو جوبلين دول على بطلنا سوهو اللي بينطلق بسرعة شديدة وبيبدأ يقطع فيهم يمين شمال بضربات قطعة وسريعة جدا. فبيهجم واحد من الهوبو جوبلين عليه ولكنه بيتفادى الضربة وبيقطع دماغه. بيجيله إشعارات كتيرة من النظام بأن هو قتل الغيلان وزادت كل إحصائياته بمقدار نقطة، وحصل على إحصائية إضافية كمان. فبيقول سوهو بجد في كتير منكم، طيب أنا هنهي معاناتكم كلها بسرعة شديدة.
وبيرفع سيفه وبيكمل تقطيع فيهم لحد ما بيكون على وشك إنه يقضي عليهم كلهم. ولكن في الثانية دي بيحصل تدخل، تيجي ضربة كده بيصدها بطانة سوهو بيقول أنت أخيرا هنا يا زعيم الغيلان. وبيكون ظاهر زعيم الغيلان ده واللي هو من المستوى 20 بمعدل إنه أقوى مني ب12 مستوى ب12 مستوى كاملين. فهل يا ترى بطلنا سوهو هيقدر إنه يهزم زعيم الهوبو جوبلين؟ كل ده وأكتر هنعرفه في الأقسام اللي جاية من حكاية سوهو قديس السيف. فلو أنتم وصلتم للدقيقة دي اكتبوا في التعليقات كلمتنا السرية الرجل المطاف المظلوم. وبس يا شباب، ما تنسوناش من اللايكات ونوصل الفيديو ده ل100,000 لايك، وما تنسوناش كمان من الاشتراك. ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم وتذكروا الله، وطبعا تدعوا لإخواتنا في غزة كثيرا من الدعاء. شكرا على المشاهدة، سلام.